السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي السوبر تايم أهلاوي في كل مكان، ومساء الفل. ألف ألف مليون مبروك لجمهور الأهلي العظيم. ألف ألف مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين اللي تعبوا السنة دي جامد جدا. ألف مليون مبروك عودة الدوري أو درع الدوري رقم 44 في تاريخ النادي الأهلي إلى مكانه بعد السطو عليه أو عملية سرقته لمدة موسمين على التوالي، من اتحاد ومن تحكيم ومن اعلام ومن رابطه ومن لجان وي 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 ولكن عاد الدوري الى بيته مره اخرى. احتفل الجمهور او يحتفل الان جمهور النادي الاهلي بتتويج النادي الاهلي رسميا ببطوله الدوري العام رقم 44 بعد هزيمه وصيف النادي الاهلي بيراميدز امام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد لنجم النادي الاهلي المعار الى سيراميكا صلاح محسن. أبناء حلم طولان فعلوها وجعلوا الأهلي يتوج رسميا قبل مواجهة الزمالك يوم الخميس القادم. الأهلي تعب السنة دي، اللعيبة تعبت، اللعيبة بذلت مجهود خرافي بين مباريات مجمعة في كل البطولات، بين كاس وسوبر افريقي ودوري ابطال ومباريات منتخب ومباريات دوري ومباراة كاس قديم وكاس جديد وسوبر افريقي قديم وسوبر مصر جديد. مباريات كتيرة جدا جدا جدا، ويزدحم دائما جدول مباريات النادي الاهلي، ولكن فاز الاقدر، فاز الاقوى، فاز المنظم او المنظم، فاز اللي قدر يصنع حوالين او على الفرقة حاجة اسمها كاريزما البطولة. كاريزما البطولة دي مش موجودة عند أي حد، موجودة عند الفرق الكبيرة بس، موجودة عند الفرق اللي ازاي بتعرف تكسب بطولة من موقف صعب، من أمام فريق صعب، ظروف صعبة، اللي هي بتمثل دائما أو هذه الصفات بتمثل دائما في النادي الأهلي. طبعا برغم الازدحام الشديد جدا حوالين او حول النادي الاهلي من تعاقدات وي 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 وفي الجانب الاخر منذ قليل طبعا اصدر الاتحاد الدولي عقوبه على نادي الزمالك بايقاف القيد لمده 3 فترات قادمه لاموال طبعا وعدم سداد فلوس طبعا سبورتنج لشبونه او سبورتنج لشبونه بسبب شيكابالا. ولكن خلينا في النادي الاهلي ان شاء الله فسحه كرويه يوم الخميس امام الزمالك، مفيش ضغوطات، فزت بالدوري، العب للمتعه، العب للاداء، وكلنا وراك وكلنا خلف الفريق، مش عايزين شده، مش عايزين، خلاص الدوري في الجزيره. والف الف مليون مبروك. وبنشكر تاني مره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بنشكر كل المنظومه الاداريه، مجلس الاداره بالكامل، المنظومه الموجوده في الجهاز الفني، مدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ، المنظومه الاعلاميه اللي بتمثل في قناه النادي الاهلي او المواقع الرياضيه اللي بينتمي لها الاهلاويه. كل الاهلاويه تعبوا جماهيريا، مش عايزين ننسى حد. الف الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، عوده الدوري بعد سرقته من مكانه ودولابه النادي الاهلي. حلقه استثنائيه، لازم نطلع ونبارك لجمهور النادي الاهلي، وتتوالى الحلقات والاخبار الحصريه على صفحتنا على الفيسبوك صفحه محمد الكابيتانو، وعلى قناتنا على اليوتيوب قناه سوبر تايم اهلاوي تي في. اشوفكم على خير ومساء الفل.